قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. زمان يا صاحبي في أوكيناوا، دي حتة في اليابان، سنة 1986 كان في راجل حكيم اسمه السيد مياجي. الراجل ده كان بيحكي لواحد شاب كده اسمه دانيال لاروسو حكاية أجداده. قال له إن في واحد من أجداده مرة عاصفة شديدة هبت عليه، فقامت عيلة اسمها هان احتضنته وطلعوا بيعلموا الكونغ فو. قام بقى مياجي ده قال جملة كده تحس إنها فيها حكمة السنين: كاراتيه عيلتنا وكونغ فو عيلة هان، دول غصنان بس شجرة واحدة. تحس إنها لمت كل الدنيا في كلمتين يا صاحبي. نطت بينا الأيام وجينا النهاردة يا سيدي في بكين في الصين. في واحد اسمه السيد هان، الراجل ده بقى ماسك مدرسة كونغ فو كده، عامل فيها معلم. بنت أخته اللي هي الدكتورة فونج جات له كده وقالت له إنها هتنتقل هي وابنها ليه على أمريكا، وبالتحديد على نيويورك عشان لقت شغل جديد. السيد هان اعترض وبتاع، بس الدكتورة فونج كانت مصممة. قالت له إنها عايزة ليه يكبر بعيد عن الخناقات، خصوصا بعد ما أخوه الكبير بو مات السنة اللي فاتت، الله يرحمه. وصل لنيويورك يا صاحبي، شاب غلبان كده بيستكشف حي الجديد. دخل محل بيتزا وغلط غلط عمره، طلب حاجة اسمها عجينة محشوة. صاحب المحل واحد اسمه فيكتور ليباني قام ماسكه سخرية بقى، ومن ساعتها ولا بقى لقبه عجينة محشوة. بس بنت فيكتور مية بنت جدعة كده دفعت عنه وديته البيتزا اللي كانت عندهم، وريته أقرب بقالة. خلص اليوم الدراسي يا صاحبي، لقيت مية لاي وساعدته يشيل الحاجات من البقالة. لفيته كده في المنطقة عشان يتعرف عليها، بس فجأة كده مية أفلك لما عدوا على دوجو اللي هي صالة الكونغ فو يعني، وشافت حبيبها السابق كونور داي المدرب بتاع كونور اللي اسمه اوشيا. فكر مية كده إن أبوها مدين له بفلوس. وبعدين يا صاحبي وهما بيتمشوا كده، العجلة البخارية بتاعت مية عطلت، فاضطروا يركبوا المترو. قام كونور ورجاله لقوهم هناك. كونور قرب من مية كده وعايز يرجعها، بس ليه دفع عن مية. قام كونور ضربه في عينه. اعتذرت ليه وقالت إنها كانت بتواعد كونور ده بس عشان أبوها ما كانش عايزها توعده. فيكتور أبو مية قام غطى عين ليه اللي اتسودت، بس أمه عرفت على طول وفكرته إن هو ما يتخانقش. بس في نفس اليوم كونور رجع تاني يتحرش بيه. ليه استكر شوية حاجات من تدريبات الكونغ فو اللي كان بيعلمها له أخوه بو، وحاول يستخدمها في الخناقة. بس كونور كان عارف كل حركة من حركاته وصدها بقوة. ليه وقع على الأرض لحد ما المدرسين جم فضلوا الخناقة. قام كونور اتحدى ليه على بطولة كده اسمها بطولة المقاطعات الخمس، ودي اللي كونور بيكسبها على طول. بالليل يا صاحبي ليه راح يصلح عجلة مية، بس شاف 3 من رجالة أوشيا جايين بمضارب بيسبول عشان ياخدوا فلوسهم من فيكتور. ليه دافع عنه واستخدم مهاراته ضد البلطجية دول. بعد خناقة صغيرة البلطجية دول جريوا خايفين. في الآخر فيكتور خد ليه على محل البيتزا بتاعه عشان يشكره على المساعدة، بس قال له إنه محتاج مساعدة. فيكتور ده كان ملاكم زمان لحد ما مية جت الدنيا، وطلب من ليه يساعده يثقل مهاراته. ليه كلم السيد هان على تدريب فيكتور، والسيد هان شجعه على كده. مايا شافت ليه وفيكتور بيتدربوا وده ضايقها، لأن محل البيتزا كان بيعاني أصلا من تهديد رجالة أوشيا. بعد كذا تدريب صعب ليه حكى لفيكتور ليه بطل يقاتل. قال له إن السنة اللي فاتت أخوه بو كسب بطولة، بس اللي اتغلب زعل قوي وقام هو وأصحابه اعتدوا على بو. واحد فيهم طلع سكين عليه، وليه ساعتها حس إنه عاجز يعمل أي حاجة ورمى اللوم على نفسه في وفاة بو. ليه كمل دراسة مع هلان، وبعدين راحوا مهرجان كده اسمه سان جينارو. ليه شاف مية بتضحك ومبسوطة مع كونور، افتكر إنها رجعت له وبدأ يبعد عنها. ليه ومية انضموا لفيكتور في ماتش ملاكمة ضد واحد من أتباع أوشيا. مية واجهت ليه عشان تغيره في موقفه وذكرته إنها شافته هو وكونور مع بعض. مية وضحت إن كونور كان عايز يرجعوا لبعض، بس هي فهمته إن خلاص الموضوع انتهى بينهم، لأنها بدأت تحس بمشاعر ناحية ليه. وقبل ما يلحقوا يبوسوا بعض فيكتور قطع عليهم اللحظة ونزلهم عشان يتفرجوا على الماتش. أثناء الماتش فيكتور بدأ يبين مهارات اتعلمها من ليه، وكان فاضل تكة ويكسب، بس أوشيا خلى أتباعه يستخدموا كوعهم بشكل مش قانوني، وبعدين ضرب فيكتور ضربة قوية. فيكتور اتنقل المستشفى اللي أم ليه شغالة فيها، بس لما مية احتاجت ليه يدخل معاها جوه، ليه اتجمد مكانه. ذكريات اللي حصل لأخوه بو رجعت له تاني. مية في الآخر غضبت من ليه. السيد هان حاول يتواصل مع ليه، بس ليه كان بيتجنب مكالماته. في الآخر السيد هان سافر نيويورك وفاجئ ليه، دخل عليه الشقة واعتدى عليه. ليه والدكتورة فونج اتقابلوا مع السيد هان، وبعدين راحوا معاه يزوروا فيكتور في المستشفى.
فيكتور قال للسيد هان إنه بيفكر ينقل محل البيتزا بتاعه مش عشان يستسلم لكن عشان يكمل لقدام. بعدين السيد هان بعدها راح كاليفورنيا عشان يلاقي دانيال اللي هو صاحب السيد مياجي. السيد هان قال لدانيال إن هو يعرف السيد مياجي شخصياً وإنه قعد معاه فترة وسمع حكايات عن الفترة اللي قضاها معاه. طلب السيد هان مساعدة دانيال في تدريب لي وطلب منه إن يستخدم طريقة السيد مياجي في الكاراتيه. دانيال اتردد في الأول بس السيد هان كان عارف إنه هيقابله في نيويورك. آلان بقى صاحب لي سلفه الجنينة اللي على السطح عشان يتدرب فيها. السيد هان انضم للي هناك عشان يحسن مهاراته في الكونغ فو. دانيال ظهر في الآخر وبدأ يعلمه إزاي يدمج الكاراتيه في تدريبه. حاولوا كمان يلاقوا طريقة ليل عشان يخدع كونر لأن كونر هيكون متوقع نفس حركاته. بس دانيال شجع ليل إنه ينفض فخ باستخدام ركلة التنين اللي وقعته قبل كده. بس المرة دي ليل هيتجنب هجوم كونر وهيلاقي ثغرة عشان يبعد رجله عن الأرض. بين التدريبات ميا كانت لسه متجاهلة ليل لحد ما آلان ساعده. آلان طلب من ميا تطلع السطح حيث لي كان مجهز ليها أمسية حلوة وجت ميا وسمحته. جه يوم بطولة المقاطعات الخمس يا صاحبي. لي وكونر هزموا كل المنافسين لحد ما وصلوا للنهائيات. أتباع أوشيا حاولوا يخرجوا لي من البطولة ويتكاتفوا ضده بس السيد هان ودانيال دافعوا عنه. السيد هان حاول كمان يشجع لي إنها تيجي وتحضر وتدعم ابنها على الرغم من مخاوفها. بعد أسبوع يا صاحبي جت المباراة النهائية بين لي وكونر واتقابلوا على سطح مبنى. الدكتورة فونج ظهرت وانضمت لفيكتور وميا وآلان عشان يدعموا لي. كونر خد زمام المبادرة في الأول لحد ما لي اتغلب على مخاوفه وبدأ يستخدم التدريبات اللي اتعلمها بالاتنين المدربين عشان يجيب نقط. لي كان متقدم ب7 نقط بس كونر لحق بيه في الآخر وكان هيوقع لي على الأرض. بس لي استعاد عافيته في الوقت المناسب ومع بقاء نقطة واحدة بس عشان تحدد مين الفايز. لي نفذ ركلة التنين واستخدم مصيحة دانيال والسيد هان عشان يتفادى هجوم كونر المضاد ونجح إنه يوقع كونر. كده لي بقى البطل الجديد. كونر خد الموضوع بغضب وحاول يهجم على لي وظهره لي بس لي ثبته على الأرض ووجه قبضته جنب راس كونر بدل ما يضربه. كونر استسلم وانحنى لخصمه والكل سقف لي. هو وميا باسوا بعض قبلي. بنشوف إن فوز لي في البطولة دي سمح لفيكتور مش بس إنه يسدد ديون أوشيا، لأ ده كمان فتح مطعم بيتزا تاني. لي بعت فطيرة لدانيال في كاليفورنيا ومعاها رسالة شكر. دانيال قسم الفطيرة مع منافسه السابق واحد اسمه جوني لورانس وده بقى صديقه المقرب. جوني شاف إن إرسال بيتزا من بروكلين لكاليفورنيا حاجة غريبة بس بعد كده بدأ يحاول يقنع دانيال إنهم يفتحوا مطعم بيتزا خاص بيهم اسمه مياجي دو وده اسم دانيال ما كانش بيحبه. إيه رأيك بقى يا صاحبي؟ دي حكاية كده تفهم منها إن القوة مش في الضرب، القوة في إنك تتغلب على خوفك وتتعلم من اللي قبلك وتوصل لقلوب الناس.